واخيرا الفيديو المنتظر اللي بزاف منكم طلبتوا ليا بعد ما نظرت واحد الضجه كبيره على الجبن المثلثات او الفرماج المثلثات. طلبتوا لي البدائل يكونوا مزيانين من الجبن الابيض وكتبقى احسن حاجه. هاد لا فيديو غندير معكم مجموعه من لي مارك وانتم غتشوفوا التنقيط اللي مزيانه اللي واللي ما مزياناش. وعلى بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا باول مارك. هي هذه راها معروفه مؤخرا تعرفت بزاف. النقطة ديالها جد جيدة مزيانة ما بيهاش 51 على 100 راها مزيانة تقريبا فايطة النص. الحاجة اللي فيه مزيانة ما فيه حتى شي مادة حافظة كما تشوفوا اوكان ناديتيف. لي بروتيين فيه واحد الكمية مهم مقبولة. لي غريس ساتوري اللي هما الدهون المشبعة ما كايناش نهائيا وهذه حاجة مزيانة. السكر كذلك ما فيش سكر اضافي كتبقى حاجة اللي مزيانة وبزاف. ندوزو لهاد لا مارك حتى هي صراحة عندهم دي برودوي هكا اللي مزيانين. غنشوفوا التنقيط ديالو. هادو انا كنوريكم هاد السطيلات راه فيهم الاحجام اللي هما صغار وفيهم الاحجام اللي هما كبار. التنقيط تاعو حتى هو جد جيد. هذا ناتور 84 على 100 نقطه جد 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 جيده. نفس الشيء ما فيه حتى شي ماده حافظه كتبقى حاجه اللي مزيانه. البروتينات واخا قلال مهم ما بيهمش. لي غريس ساتوري ما كاينينش هذه حاجه مهمه وزوينه فيه. المهم التنقيط تاعو زوين بزاف اللي بغى ياخذو من نفس لا مارك. هذا النوع اخر هذا فقط يعني السميه مغيره لي ولكن كتبقى نفس لا مارك. التنقيط حتى هو زوين بزاف 57 على 100 زوين. التنقيط مقبول. نفس الشيء ما فيش مواد حافظه. التركيبه بحال هذا اللي قبل. الملح فيه قليله بزاف يعني الناس اللي عندهم هكا مشكل ديال الملح ممكن يعني يتناولوه ما فيش مشكل. غندوزو لهذا معروف هذا بزاف. هذا من الاجبان اللي قديمه هكذا كنستهلكوهم ولكن نقطه كما كتشوفوا للاسف 18 على 100 نقطه خايبه 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 الصراحه. السكر واخا فيه شويه مهمه ماشي حاجه كثيره. الملح كذلك ناقصه ولكن الاشكال كما لاحظتوا عنده مواد اضافيه اللي خايبه بزاف. غنشوفوا حتى هذا بحالو تقريبا مهم متشابهين. هذا ماركه اخرى. التنقيط تاعو كما كتشوفوا 18 على 100 نقطه حتى هو بحالو. المشكل في واحد الماده حافظه كما غتشوفوا هي هذه. والدهون المشبعه 15 غرام شويه زايد يعني على القيمه اللي خص اصلا تكون مدهن بزاف. يعني الناس اللي عندهم هكا الكوليسترول ولا الكميه زايده شويه. الماده الحافظه اللي فيه هو او 407 كما لاحظتوا معايا اللي هو الكاراغينان. انا غنهضر لكم عليه مزيان في هذا الفيديو حيت غنلقاه بزاف ديال النوع ديال الاجبان. انا غنهضر لكم عليه بالتفصيل شنو هما المخاطر ديالو وشنو هو. غنكملوا بهذا. هذا المارك معروفه 14 على 100 حتى هي نقطه اللي هابطه بحال هذا اللي قبل منه. لا في السكر تقريبا نفس الكميه اللي حتى في الاول دابا اللي شفنا. الملح كذلك واخا هادشي كيبقى مهم مزيان على العموم ولكن الاشكال في المكون الاولاني اللي هو عباره على ماده اضافيه او ماده حافظه. فيه جوج ديال الانواع بالاضافه انه ترو غرا يعني فيه بزاف ديال الدهنيات المشبعه راه كتكون مضره بالصحه عكس اللي كتكون انساتوري يعني الغير المشبعه. غنشوفوا هاد لا مارك. هذا بحال الشكل ديال كريم تشيز ماشي جبن ابيض مهم كريم تشيز. هذا شوفوا لي شحال الكميه ديال المواد الحافظه اللي فيه 5 ديال الانواع. انا غنديرهم معكم بالتفصيل. فيه او 341 او 452. هذا او فاش كتشوفوها كتعرفوا ان هذيك راه عباره عن ماده اضافيه. والمواد الاضافيه عامه راه انواع كل واحد والدور ديالو وكل رمز وشنو يعني شنو كيدير في البرودوي. الهدف منه في البرودوي منهم اللي مواد حافظه دي كونسيرفاتور. منهم دي زاجون دو تكستور كيعطي البرودوي القوام اللي خص يكون فيه. كاينين دي كولورون ملونات. كاينين محسنات ديال الذوق. هما بزاف ديال الانواع كل كود ولاش كيرمز ولاش كيصلح. الا لاحظتوا هاد جوج انواع الاولى تقريبا بحال هاد لو فوسفات دو كالسيوم والبوليفوسفات. هذا الرمز ديالو لو او 341 و لو او 452 راه تقريبا بحال بجوجهم دي زاجون دو تكستور. ممكن يسبب لنا في اضرار على مستوى لي غان يعني الكلاوي ديالنا وممكن يؤدوا لنا حتى لدي مالادي كارديوفاسكولير يعطي لنا على القلب ديالنا في حالات كاين واحد لا كونسوماسيون اللي هي اون اكسي اللي هو واحد الاستهلاك اللي هو مفرط. كاين هذا الكاراغينان هذا اللي دابا شويه كنا شفنا قلت لكم غنهضر لكم عليه. هذا ممكن يدير لنا دي زانفلاماسيون انتستينال التهابات على مستوى المصران ديالنا. هو عباره الا جينا نهضروا عليه هو راه عباره على سكر معقد بحال الشكل ديال النشا. كيعطينا ديك
كيخلي البرودوي يكون في ديك لا تيكستور بحال جيليفيون، بحال الشكل ديال الجيل، ولا مهم واحد لا تيكستور اللي ثقيله. الاجبان راه عامه كيكون واحد القوام ديالهم شويه ثقيل، هذاك هو الدور ديالو. لكن كما شفتوا راه عنده اضرار كما شرحت لكم دابا. الاخير هو عباره فقط على اونتي اوكسيدون اسيد سيتريك، ما فيش مخاطر. هذاك كيبقى عادي، ولكن الاولانيين كما لاحظتوا راه عندهم مخاطر اللي كبيره بزاف. غندوزو لهذا حتى هو بحال الشكل ديال الكريمه هكا ديال الدهن. التنقيط ديالو ضعيف بزاف، حتى هو 4/100، نقطه هابطه وخايبه. كما كلاحظتوا فيه لي زاديتيف، مواد اضافيه 3 ديال الانواع بالاضافه لي غريس ساتوري. الا جينا تاني نشوفوهم، وحتى الملح راه شويه زايد في الملح كما شفتوا. الصوديوم راه شويه طالع فيه 450 ملي غرام، يعني شويه مالح. المكون او الماده اللي خايبه هي البوليفوسفات، عاد دابا هضرنا عليها لو او 452. كما قلت لكم راه عندها دي زيفي نيفاست سور لي غان، كذلك على القلب. بالنسبه لهذا البيكتين هو راه بحال الفوسفات، بحال البوليفوسفات، كلهم دي زاجون دو تيكستور، ممكن ياثر لنا على لا ميكروبيوت انتستينال، يعني البكتيريا النافعه اللي كاينه في الامعاء ديالنا. من الاحسن اننا نتفاداو. اما لا سيتريك راه تيبقى فقط ان انتي اوكسيدون مضاد للاكسده، ما فيش حتى شي خطر. غنشوفوا هاد لا مارك هذا عاد دابا شتنا الناتور ديالو الطبيعي ديالو مزيان. وحتى هذه كريم تشيز راه حتى هي كتبقى مزيانه، الملح ما فيهاش اختيار صراحه مزيان. اللي عنده مشكل مع الملح، البروتينات واحد النسبه ما بيهاش، سكر ما قليل 4 غرام ان بو سكري، ولكن ماشي مشكل. داك السكر ما عندوش يعني ما وصلش النسبه اللي غتاثر علينا. حتى هو كيبقى هذا راه اختيار مزيان. كيبغي هكا لي كريم تشيز راه هذا زوين صراحه. غنشوفوا هذا صراحه ثمنه شويه غالي، حتى هو كريم تشيز، ولكن النقطه ها هي كما قدامكم كتشوفوها راه كارثيه 3/100 مقارنه بالثمن ديالو. فيه لي غريس ساتوري صراحه. كلشي هاد لي كريم تشيز كتكون فيهم هاد الكريمه ديال الجبنه كتكون فيهم بزاف هاد لي غريس ساتوري. الملح شويه مالح. المواد الحافظه اللي كاين هما هادو. الاول اللي خايب هو الكاراغينان، راه هضرنا عليه كما شفتوا، وممكن يدينا الله يجعل السلامه حتى الكونسير كما شفتوا راه كونسيروجين. لذلك من الأحسن أننا نتفاداوه. هذا السوربات دو بوتاسيوم لو او 202 هذا ما فيش شي مشكل بزاف، يعني نقطه فاش كنشوفوا نقطه برتقاليه ماشي شي خطر، تبقى واحد الريسك موديري شويه، يعني التاثير ديالو متوسط في الحده. هذا حتى هو ماشي شي خطر بزاف. لو 410 لو غوم دو كاروب ما فيهاش اشكال. ممكن تاثر لينا على لا ميكروبيوت انتستينال، ولكن واحد التاثير اللي هو خفيف. دائما فاش كنقول الاستهلاك مفرط كنهضروا على التاثيرات، فاش كيكون الاستهلاك مفرط في حاله ديك الماده يعني عندها تاثير منخفض او متوسط الحده. اما الا كان داك الماده الحافظه نقطه حمراء يعني خايبه بزاف، راه هنايا التاثير تاعها ممكن يبان واخا ما يكونش داك الاستهلاك المفرط. دابا غادي ندوزو لهذا. هذه الصراحه هاد المارك ما عرفتهاش، اول مره نشوفها كنت نشاركها معكم. نقيت تاع 21/100، نقطه خايبه. الاشكال في دوك لي غريس ساتوري كما كتلاحظوا دائما في هاد لي كريم تشيز. والمواد الحافظه عندنا 5، ولا هما عندهم واحد لو ريسك موديري يعني متوسط الحده، ولكن ضروري اننا من الاحسن اننا نتفاداوهم دائما. الحاجه فيها الخطر ولو شويه الانسان من الاحسن انه يبعد عليها. وشوفوا لي هذا واحد ضجع عليه بزاف وغالي في الثمن. كلشي كيشكروا الصراحه المذاق ديالو، كلشي كيقول انه زوين، ولكن الثمن ديالو شويه مرتفع. حنايا غادي تشوفوا النقطه ديالو كما لاحظتوا هانتوما 32/100 ميديوكر. نقطه هابطه الصراحه، ماشي ديك الجوده. لو انه وصل 50% غادي يكون زوين، ولكن الصراحه النقطه كتبقى هابطه. لي زاديتيف اللي فيه واخا ماشي شي خطر كبير، ولكن مهم هما اللي خلاوه ما يكونش في داك النتيجه المنتظره انه يكون مزيان. كذلك الدهون المشبعه راه فيه شويه طالعين، يعني بالنسبه للناس اللي كيتبعوها كريجيم او اللي عندهم مشكل ديال الكوليسترول في الدم، راه فيه بزاف ديال الماده الدسمه من الدم
بزاف. اما الا جينا نشوفو من ناحيه ديال المواد الحافظه كما قلت لكم ماشي شي تاثير اللي هو تاثير، يعني مواد كيما شفتوا بنقطه صفراء، ولكن مهم لو انه ما كانش مدهن بزاف وما كانش دوك المواد راه غادي يكون الصراحه زوين بزاف، حيت كلشي الصراحه كنشكر كلشي يقول على المذاق ديالو زوين، ولكن النقطه كما لاحظتوا هي هذه قدام عينيكم. دابا غادي نشوفوا هذا النوع اخر هذا، نشوفوا التنقيط ديالو هذا مزيان، هذا التنقيط ديالو مزيان، وكما لاحظتوا راهو ليجي من ناحيه ديال لا ماتيغ غراس، عنده فقط 8% ما مدسمش بزاف، 60 على 100 مزيان، ما فيش حتى شي ماده حافظه، هادشي اللي بغينا. البروتينات وعنده اون اكسيلونت كونتيتي مزيانه بزاف، 10 غرام. كما لاحظتوا الاولانيه كنلقاوها 5 6، هذا فيه 10 غرام من ناحيه ديال البروتينات كيبقى مزيان. السكر شويه السكر فيه 5 غرام. ذوه المشبعه كما كتشوف فيه 5.5 غرام على كل 100 غرام، واحد شويه مدسم. دابا غندوزو لهذا حتى هو هاد المارك معروفه. حنا غادي نسكانيو الكود ديالو، نشوفوا النقطه اللي غادي تطلع. هادو كلهم راه دي كريم تشيز، هاك نحاول نخلط لكم بين الجبن الابيض وبين لي كريم تشيز باش تشوفوا نتوما اللي يعني اللي كيبغي شي حاجه ياخذها وبالو يكون هاني. هذا نقطته هو 42 على 100. شويه صراحه هابطه شويه اللي خاصه باش يكون مزيان للاسف. شنو اللي هبط لي النقطه دوك لي غريس ساتوري 15.5 غرام شويه طالعين. المواد الحافظه جوج، ولكن فقط تاثير منخفض الحده. غنشوفوا هادو بزاف جا اليوم تساؤلات، ما كملتش معكم باقي الانواع. اللي بغى باقي الانواع ديال هاد الماركه هذه كلها ليا، هذا صحيح لقيت قدامي هو اللي صورت لكم. 38 على 100 نقطه هابطه الصراحه كما لاحظتوا معايا، ماشي ديك النقطه المنتظره بالنسبه في واحد اخر قري، في واحد اخر زرق. الا بغيتوهم انا نصورهم معكم ان شاء الله، خلوا عليا في التعاليق. غنشوفوا هذا هاد الماركه تاهي صراحه ما معروفاش، المهم كنت نصورها معكم هكا اللي بغى شي مره بغى ياخذها وبيشوف التنقيط ديالها. 4 على 100 المشكل ديالو كما كتلاحظوا المواد الحافظه عندي 4 ديال الانواع وكلهم نقطه حمراء، يعني كلهم خايبين. هذه هي لا فيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى انكم استفدتوا معايا فيها، وكنتمنى انكم تبارطاجيوها على اوسع نطاق، هكذا كلشي يستافد. وما تنساوش ليا جيم باش تحفزوني على الاستمرار، اللي بغات اي منتج تخليها في التعليق وان شاء الله نلبي لكم الطلب ديالكم.